اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اول حاجه كده اسالكم الدعاء لبابا بالرحمه والمغفره وقرايه الفاتحه. اتمنى طبعا كل اللي يسمعني يعني يلبي طلبي ده. ادعوا له كتير في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. خلاص باقي يومين على العيد، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يا رب يعود عليكم الايام بخير، وما يحرمكوش من حد ابدا بتحبوه، ويرحم بابا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. قلت كده اعمل معاكم فيديو كده سريع. يعني انا بصراحة كانت نفسيتي يعني زيرو، مش قادرة اقول لكم ازاي. وما كنتش ناوية اعمل اي حاجة خالص في الشقة. هي اصلا كانت نظيفة زي ما انت شفت الفيديو اللي فاتت كده. انا الفيديو اللي فات انا كنت مروقاها وما فيهاش اي حاجه، بس بقى العيال قعدوا يلعبوا في الاوضه وبهدلوا الالعاب كلها. فقلت بقى ما فيش مفر، اقوم كده ايه، استعيذ كده بالله من الشيطان الرجيم وابدا كده اعمل حاجه في الشقه، وانجز كده وقت علشان افرش بقى الشقه اليومين دول يعني. وامسح كمان، ان طبعا العاصفه الترابيه اللي جت دي بهدلت الشقه بطريقه يعني ما تتوصفش. كل حته في الشقه كان فيها تراب، لدرجه المطبخ برضو كان فيه تراب. فقلت كده هبدأ حاجة في الشقة علشان اخلص واخلي كده الدنيا نظيفة. اول حاجة عملتها دخلت على اوضة الاطفال، طبعا لميت الالعاب كلها. وعايزة اقول لكم ان هي حرفيا ما كملتش معايا نص ساعة، كنت خلاص نفضتها ومسحتها وفرشت كمان. اول حاجة عملتها شلت الستارة، كانت مليانة تراب بطريقة ما تتوصفش بأمانة. يعني الجزء اللي عندي ده كله مفيش قدامنا فالجو يعني حاجة، مفيش قدامنا عندنا عمارة او يا حاجة. اما هوا قوي. وتراب، يا اما مثلا لو الجو حر يبقى الجزء ده كله برضو حر عشان الشمس بتبقى فيه. فطبعا التراب بهدل الدنيا خالص. فشلت الستورة غسلتها، حطيتها في الغسالة هي والملايات. دي اول حاجة عملتها، يعني خرجتهم بره كده قلت هحطهم دلوقتي ايه، دورة في الغسالة. جبت بقى المفارش القطيفة دي، وبرضو دي كنت غسلاها قبل رمضان وشايلاها، طلعتها برضو فرشتها. طبعا الاول نفضت الشباك كويس قبل ما اشيل الملايات، علشان التراب وكده لو ما ينزل يعني ينزل على الملاية اللي انا كده كده هغسلها. فزي ما انتوا شايفين كده بقى شلت الستارة خالص. وطبعا انا عندي ستارة تانية اللي هناك دي، هفرشها دلوقتي مكانها. انا عندي لأوضة الاطفال عندي ستارتين، عندي غيرين ستاير يعني. فبشيل واحدة بحط التانية على طول. والارض بقى زي ما انتوا شايفين كده كنستها ولمعتها كده على طول، ما دلقتش ميه بصراحة ولا حاجة. قلت هلم بس كده الدنيا على طول. والسجادة بتاعتها يعني قلت برضه اغسلها، لان كانت بصراحة متبهدلة قوي. ودي من ضمن السجاد يعني اللي انا ما غسلتهوش قبل رمضان. فحطيتها بصراحة في الغسالة، هي خفيفة يعني بتلف معايا في الغسالة. حطيتها هي كمان في الغسالة، قلت يعني كل اللي عايز يتغسل ده خرجته بره، قلت هفرش وبعد كده ايه اروح بقى اغسل اللي عايزة يتغسل، عشان كنت عايزة انجز وقت على قد ما اقدر. فالأوضة دي بقى وصلتها كده للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي، يعني مسرعة لكم الفيديو على قد ما اقدر، مختصرة لكم حاجات كتير. بس هي حرفيا ما كملتش معايا نص ساعة، ساعة الا ربع، كانت خلاص خلصت واتفرشت واتمسحت كمان. السجادة بقى غسلتها يعني، وقلت ايه هنشرها تتهوى يعني على الحبل، وبالليل هفرشها. السجاد كله مش هفرشه معاكم النهارده بصراحه، هو اللي هفرشه معاكم النهارده اوضه الاطفال وسجاده الريسبشن والمطبخ. لكن الصاله باوضه النوم لسه السجاد بتاعهم ما نشفش. وطبعا انا ما كنتش ناويه خالص اغسل السجاد، بصراحه كنت هنفض وافرشه على طول. وبرده مسحت الاوضه دي على اساس ان انا خلاص هنفض السجاده واجي افرشها يعني. بس الصراحه محمد ربنا يديله الصحه يا رب قال لي السجاد عايز يتغسل، تعالي نغسله انا وانت بسرعه. فبصراحه شجعني وحطينا السجاد كله فوق بعضه وغسلناه على طول، كل الشقه غسلناه. مع اني ما كانش في نيتي خالص اغسل حاجه. في الاول قال لي هنزلهم لك المغسله، بس انا حسيت ان هم مش محتاجين بصراحه مغسله ولا حاجه، حسيتهم نضاف يعني مش مستاهلين. فقام قال لي خلاص تعالي نغسلهم انا وانتي بسرعه. فغسلناهم بقى ونشرناهم. عايزه اقول لكم الصاله اللي انتوا شايفينها متكركبه دي، انا امبارح بالليل، يعني الفيديو ده هينزل لكم النهارده وقت ما انا بسجل لكم يعني، بس مروقه كل ده امبارح. فامبارح بالليل كنت نايمه اصلا وماسحه الشقه كلها ومفيش اي حاجه عايزه تتعمل. قمت بقى اتفاجئت ان محمد اصلا نايم قدام الشاشه بره، وحاطط بطانيتين على الارض، واحده على الارض وواحده على الكنبه، ومبهدل الدنيا بصراحه. ليه انا مش عارفه، مع انه كان صاحي لوحده يعتبر، ما حدش كان معايا. فقلت بقى كده ايه، قمت بصراحة ما كنتش نفضت امبارح الكفر، ما كنتش نفضته بس كده من على الوش، بس ما شدتوش ولا حاجة. قلت هغسله يعني النهاردة، اشيل كفر واغسلهم في الغسالة على طول. بس سمعت بقى ان النهاردة في عاصفة ترابية كده شديدة، فبصراحة قلت مش هغسله، هغسله احطه على الحبل هشيله متطرب. فما رضيتش خالص ان انا اغسله، يعني قلت انفضه بس كده
واكنس الارض. فطبعا كان مكان يعني الحتت اللي ورا دي، فاهمين قصدي ايه؟ لما شدتها كده طلعت ايه شويه تراب. فقلت كده كده عايزه اكنس يعني كمان مكان رجلينا امبارح طول اليوم وكده، لان كنت ماسحه على المغرب كده، كنت مخلصه مسح تقريبا الشقه على المغرب، لدرجه اللي انا عايزه اقول لكم ما فطرتش، والله ما فطرت يعني، اتسحرت على طول بالليل. قلت لو كلت هكسل ومش هعمل حاجه، فبصراحه ما رضيتش اكل بسبب كده. فخلصت بقى كده على طول وقلت ايه اكنس كده الصاله، لان كان فيها تراب مننا امبارح، وكمان لما نفضت الكفر بتاع الانتريه برضو نزل تراب. فنفضت كده كويس وقمت بقى كنست. لكن بقى تحت الكنب والكراسي وكل ده انا مسحاه امبارح، ده القميه امبارح هنا ومسحاه. هي بس الاوض اللي لميتها كده على طول بالخيشه يعني، حطيت كده شويه ميه بشويه كلور ومعطر وكده ومسحت الاوض بس. لكن هنا بقى دلقت ميه، علشان انا اصلا كنت غاسله السجاد في الصاله، فقلت بقى بالمره ما جاتش ايه على الجزئيه دي. هكنس بقى كده كويس جدا. وقولوا لي بقى كده كلكم فرشتوا ولا انا لسه بس اللي ما فرشتش لوحدي ولا ايه؟ طمنوني عليكم يعني، قربتوا تخلصوا كده؟ لان في ناس كتير بتفرش يوم الوقفه. انا بصراحه كنت بعمل كده الاول، كنت على طول افرش يوم الوقفه، بس حاسه ان انا كنت بضغط نفسي، لكن كده لما افرش قبلها بيومين ثلاثه بيبقى احسن لي. وطبعا انا لولا الظروف اللي مرت بيها يعني ووفاه بابا وكده كان زماني اصلا فرشه من بدري يعني، كان زماني كمان عامله معاكم فيديوهات بالتفاصيل الممله. بس انا عارفه ان في ناس كتير بتحب الفيديوهات دي بقى والرغاوي والحركات دي كلها، بس والله ما كان عندي وقت خالص اللي انا اصور والحق انضف وكده واخلص الشقه قبل الوقفه، لان انا بحب يوم الوقفه ده ما يكونش ورايا حاجه في الشقه خالص، يكون خلاص كده فرشت. وانا يعني لحد دلوقتي كده يعتبر الشقه ما فيهاش حاجه، هو بس السجاد بتاع الصاله والاوضه هيتفرش وكده خلاص. حتى ان الحمام خلصته الحمد لله، والمطبخ برضو خلصته، وكل حاجه هوريها لكم الفيديو ده يعني. فبصوا كده بقى الصلاة خلاص خلصت، وبصراحة ما شلتش زينة رمضان ولا فرش رمضان، علشان انا ما حسيتش بيهم اصلا، فقلت اخليهم بقى، مش مستاهله ان انا افضل اشيل واحط فيهم. قلت لما افضل كده ابقى اطلع بقى الكوشن بتاع الانتريه واشيل بقى الكوشن بتاع رمضان ده، بس بقى مش دلوقتي. بس بقى طبعا فضيت الترابيزه خالص، ما حطيتش بس غير علبه المناديل بتاعت الانتريه يعني. قولي لي بقى رايكم في الصاله هنا وشكلها حلو ولا لا، وتديني كام من 10. وعايزه اقول لكم انا كل ده عاملاه في يوم واحد، يوم واحد حرفيا كنت مخلصه كل حاجه، يعتبر النهارده بس هفرش السجاد. هنا بقى الستاره دي كمان كنت شايلاها غسلتها، دي بتاعه الشباك الصغير، لان الشباك دوت برضو من الناحيه اللي هي بيبقى فيها هوا كتير، فبرضو كانت مليانه تراب. ودي بتاعه الصاله، برضو شلتها، بتاعه الصاله التانية اللي هي الطويله دي، برضو شلتها وغسلتها، لان برضو يعني الجزء ده الستاره دي والستاره بتاعه الصاله وبتاعه اوضه الاطفال، بصوا التلاته كده يعني جنب بعض في اتجاه واحد. فبصوا دي كمان اهي علقتها، والحمد لله يعني اللي انا خلصت، بجد مبسوطه قوي من نفسي اللي انا خلصت في وقت قصير جدا. وكمان ما فتحتش الشقه قوي يعني بصراحه، يعني لميت على الدنيا على قد ما اقدر، علشان انا نفسيتي زيرو، وكمان ما عنديش جهد خالص ان انا اعمل اي حاجه، تعبانه الفتره دي بطريقه يعني ما تتوصفش. فبصوا بقى السجاده بتاعت اوضه الاطفال كمان كانت نشفت وفرشتها هنا. قولوا لي بقى ايه رايكم كده في الشقه، وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم يا رب الايام بخير يا رب، اللهم امين، ويجي كده عليكم العيد وانتوا في احسن وطبعا حال زي ما انتوا باذن الله. عارفين طبعا التصوير بياخد المطبخ وقت برضو ما جامد قوي. عملتش فيه حاجه، انا يا دوبك بس كده غسلت بقى المواعين خلصت كده والبوتاجاز المطبخ وصورته معاكم زي ما انتوا ولمعت شايفين، الرخامه وقولوا لي بقى تديني ولمعت كام من الارض 10 كمان وما وفرشت تنسوش. السجاده. وما كل تنسوش ده طبعا كمان عملته تدعوا مع البابا نفسي كده بالرحمة علشان ما والمغفرة، عنديش وما وقت. تنسوش تقولوا له الفاتحة يعني فضلا منكم وليس امرا. دخلت بقى هنا الحمام كده، وبرضو ده كده خلاص خلص، برضو مسحته كده وبس على كده الفيديو طول. بتاعي خلص، مع السلامة.